هو يا جماعه انا صاحبتي فرحها يوم 22 بس هي ما تعرفش وهي عازماكم كلكم. المهم يا جماعه ان حكايه النهارده حكايه جديده جدا. عارفين مسلسل رمضان كريم؟ القصه بتاعت خميس ورضا. هي بيري ومحمد. بيري ومحمد عندنا نسخه. بس انا مش هقول اسمها الحقيقي. بيري ومحمد يا جماعه فرحهم يوم 22/9 بعد يومين بالظبط، منتظرينكم. المهم في قاعه ايه؟ اللؤلؤه. في قاعه اللؤلؤه. فندق توليب كمان. هو حدد في فندق توليب. المهم يا جماعه ان هي قصتها غريبه جدا. هو طلع كذاب، كل ما ينزلوا عشان يجيبوا العفش يطلع باي موضوع واي حجه. مره خلاص نقوا العفش بتاع الشقه ونقوا كل حاجه، بيطلع الفيزا بايظه. الفيزا بايظه، تمام. ومره كمان كان بيكلمها في التليفون. هو كان قاعد على الكنبه. كان بيكلمها في التليفون، يعني بيمثل عليها او عمال ياخد في نفسه ويقول لها انا بطلع حاجات في الشقه بتاعتنا وسيبيني دلوقتي يا بيري. ويقول لها سيبيني دلوقتي يا بيري. مش هينفع اقول اسمها يا جماعه، هو اسمه محمد لكن هي اسمها بيري، تمام. مش هينفع اقول اسمها. المهم فكان بيمثل عليها وهي كانت عادي يعني مصدقاه. المهم لدرجه ان هي مصدقاه ولا مش مصدقاه. كانت مصدقه يا جماعه. المهم انتوا باصيني كده ليه؟ اتصادفت في مره عشان تعرفوا بس ان الكذب ملوش رجلين. صدفت اخته مره في مشوار. لساني اتربط. اخته بتقعد على التيك توك، اكيد اخته مش هتشوفني مش هتعرف ان انا بتكلم عن محمد اخوها، تمام. المهم قالت لها الحقيقه، قالت لها مين قال لك ان هو بيعمل حاجه زي دي؟ فقالت لها ازاي وبتاع، فعرفت من هنا ان هو بيحور عليها. هي كان قلبها حاسس بس هي اتاكدت من هنا ان هو بيحور عليها. وكذا مره قال لها ان هو رايح الشغل واكتشفت ان هو في البيت. يعني من الاخر يا جماعه بني ادم كذاب. المهم يا جماعه كذب عليها ان هو عامل مشروع من وراها، واكتشفت ان هو خسر كل فلوس اللي هو كان هيتجوز بيها في مشروع وما قالهاش. يعني هو ما قالهاش اصلا ان هو خسر الفلوس دي في المشروع. فانا رايي في الموضوع ده ان لا، ما تكذبش عليا، يعني قولي الحقيقه وانا وانت هنقف جنب بعض ونساعد بعض. فليه تكذبوا؟ ليه تكذبوا يا كذابين؟ عمل اكونت فيك عشان يدخل يكلمها من اسمه. يعني همسك القلم ده احلى. عمل اكونت فيك عشان يدخل يكلمها، اكونت فيك باسمه، تمام. فقلت لها ده عايز يرجع لك، ما كنتش عارف الموضوع. قلت لها ده عايز، تبص لي كده ليه بجد؟ قلت لها ده عايز يرجع لك، ارجعي له يا بنتي، حرام عليكي وبتاع، وليه تعرفيه احسن من اللي ما تعرفوش. قالت لي لا ده كذاب. وقعدت بقى حكت لي قصه رضا وخميس اللي انا قلتها لكم دي في اول الفيديو. المهم يا جماعه ان هم بعد ما سابوا بعض قعد مع اصحابه على القهوه، تمام. وهم في درجه معرفه كده ما بينها وما بين حد من اصحابها وهو كمان. المهم فصاحبتها جايه بتقول لها الف مبروك، انت ازاي ما تعزمنيش على الفرح؟ فرح قالت لها فرح ايه يا بنتي؟ قالت لها انا عرفت ان فرحك يوم 22. بعدين وهو اصلا ما فيش فرح ولا اي حاجه. قالت لها انت ازاي ما عزمتنيش؟ ان هو هي اتصدمت جدا، حتى بعد ما سابته بيحور وبيقول للناس ان هو مش مصدق. هو على فكره هو مش مصدق، هو مصدوم. مش مصدق، ايوه والله مصدوم، مش مصدق. وحدد فرحهم وهيتجوزها بعد بكره، هيجوزها في دماغه. هيتجوزها في دماغه. كلنا هنروح بعد العروسه. يا جماعه انتوا كلكم معزومين. الفستان، الميك اب عليا. الميك اب عليا واللاشز. وانت عليكي ايه متخزوقه انت؟ المره الجايه احكي لكم قصه روان. مش هقول اسمها، في حلقه روان. انتظروني في حلقه روان.